موفق. والهدف الاول، الهدف الاول لنادي الزمالك في اللحظات الاولى. محمود يتعود ويظهر في الدقيقه الثالثه مشاهدينا الكرام من احداث هذا اللقاء الهام، ويفتتح ويحرر اللقاء من التعادل السلبي، ويضع مستر بوكير في أزمة في بداية عمر هذا اللقاء وفي اللحظات الأولى. محمود يتلقى تهنئة الجماهير القليلة اللي حضرت هذا اللقاء في استاد القاهرة الدولي، ومحمد فتحي في توقيت غير مناسب تماما يضع لاعبيه ويضع فرقته في ورطة في بداية هذا اللقاء، في خروج غير موفق تماما. ومحمود في المكان والزمان والتوقيت المناسب يضع الهدف الأول مشاهدينا الكرام ليتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء. طبعا غير وعبد المنصف أحمد وعبد المنصف يتفوق ويضع نادي الزمالك ويعطي الإشارة والضوء الأخضر للاعبي نادي الزمالك ويتصدى للركلة الأولى. عبد المنصف يستطيع ان هو والله احمد الجمل هو اللي سدد الركله الاولى ويضيع الضربه الاولى لنادي الاسماعيلي. وادي تحيه من محمد عبد المنصف، تحيه من حازم امام النجم الكبير لنادي الزمالك لمحمد عبد المنصف. نشوف مين اللي هينفذ لنادي الزمالك. والهدف الاول لنادي الزمالك الأباني بيضع ضربة الجزاء الأولى لنادي الزمالك، ويتقدم نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء في الضربات الجزاء. وجماهير نادي الزمالك بتهتف لمحمد عبد المنصف. يا ريت نشوف مين اللي هيسدد الركلة الثانية لنادي الإسماعيلي. والهدف الأول لنادي الإسماعيلي أعتقد أنه سيد معوض، فعلا سيد معوض. الكادر بعيد تماما عن اللاعب اللي بياخد الضربة. سيد معوض بينجح في إحراز ضربة الجزاء الثانية لنادي الإسماعيلي. هنشوف مع حضراتكم مين اللي هينفذ الركلة الثانية من جانب نادي الزمالك. محمد فتحي، جمال حمزة، داخل جمال، والهدف حطها حلو وبالعقل. وادي اشاره كده من جمال حمزه ومداعبه من جمال حمزه لجماهير نادي الزمالك في ثقه في اداء جمال حمزه. ويتقدم النادي الزمالك، قدر ان هو من ركلتين ينجح في احراز هدفين، ونادي الاسماعيلي من ركلتين نجح في ركله واخفق في ركله. نشوف الركله الثالثه لنادي الاسماعيلي مين اللي هيسدد. داخل جونسون وهدف كان رايح عبد المنصف، ولكن ارضيه وبجوار القائم ما يلحقهاش عبد المنصف، ويضع جونسون الهدف الثاني لنادي الاسماعيلي. ادي ضربة الجزاء حطها حلو وكان رايح لها عبد المنصف، عنده طول ولكن محطوطة ارضية هتبقى في منتهى الصعوبة على عبد المنصف. حطها حلو جونسون اللاعب الغيني. نادي الاسماعيلي احرز هدفين من 3 ركلات، وهنشوف مع حضراتكم مين اللي هينفذ الركلة الثالثة لنادي الزمالك. ويضع وليد صلاح بالعقل يضع الهدف الثالث والركلة الثالثة لنادي الزمالك. وليد صلاح عبد اللطيف. مازال نادي الزمالك متميز ومتقدم بركلة الأولى اللي صدها محمد عبد المنصف من أحمد الجمل. هنشوف الركلة الرابعة لنادي الإسماعيلي مين اللي هيخش يسددها.
بره حطها بره بغرابة شديدة جدا جدا. عمر جمال بغرابة شديدة، رغم ان هو عنده الموهبة وعنده المهارة، ولكن ضربات الجزاء ما فيهاش مهارة ولا فيها موهبة، فيها توفيق، فيها اعصاب، فيها قدرة على التحمل والثبات الانفعالي. ولكن عمر جمال شالها من تحت لفوق، حطها اعلى من ال 2 متر 40 وحطها خارج المرمى. واللي هينفذ الركلة القادمة لنادي الزمالك اذا نجح في احرازها يبقى نقول لنادي الزمالك الف الف مبروك. عموما مش هنسبق الاحداث ونشوف الركلة الرابعة. محمد فتحي تركيز شديد، هيشوط عبد المنصف ويضع عبد المنصف علشان يبقى نجم عبد المنصف هذا اللقاء، ويسدد ويرتدي قفاز الإجادة محمد عبد المنصف في أحداث هذا اللقاء، ويضع الهدف الحاسم الفاصل وركلة الجزاء الحاسمة الفاصلة لنادي الزمالك، ليفوز مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة دريم، ويصعد نادي الزمالك إلى المباراة النهائية ليلتقي قطبي الكرة المصرية. مشاهدي